هل يغضب النحل لو أنتج الذباب عسلا؟ كلا، لن يغضب النحل لو أنتج الذباب عسلا، ولكن الذباب لم ولن ينتج العسل. إن النحل والذباب يجمعهما تصنيف علمي واحد هو صنف الحشرات، ولكن الفرق بينهما أن النحل قد تلقى وحيا وتعاليم من السماء، وأوحى ربك إلى النحل، وعندما التزم بهذه التعاليم ونفذها أصبح النحل يأكل أفضل ما في الطبيعة، رحيق الأزهار، ثم يعطي أفضل الأطعمة، العسل، ضمن نظام مترابط ومتماسك ومنظم في بيئة نظيفة. أما الذباب فلم يتلقى تعاليم سماوية، فبقي يأكل أقذر ما في الطبيعة ويعيش في البيئة القذرة، ولا يعطي إلا الأمراض وإزعاج الناس. ويعيش الذباب في مجتمع مفكك ليس بينه أي رابطة تتصرف فيه كل ذبابة لوحدها. والنحل يعطي العسل الذي فيه شفاء للناس، بينما الذباب يقوم بالنهب والسلب، يسلب بشكل مزعج، وإن يسلبهم الذباب شيئا. وفي ذلك عبرة للناس. فالإنسان الذي يلتزم بتعاليم الله هو إنسان أشبه ما يكون بالنحلة التي تعطي دوما بلا كلل ولا ملل. أما المتمرد الفوضوي المزعج المستغل فتنطبق عليه حياة الذباب. فاختر لنفسك في أي مجتمع تريد أن تعيش، مجتمع النحل أم مجتمع الذباب. سلام عليكم.